وصفة النهاردة هي أكلة مصرية قديمة جدا، وهي البغاشة. معروف إن البغاشة أكلة مصرية قديمة، كان في الأصل اسمها بغسو، بعد كده بقيت بغشو، بعد كده بقيت بغاشة، لحد ما وصلت لينا طبعا بالاسم ده بغاشة. اسم جميل جدا وأكلة جميلة خفيفة ومقرمشة، وطبعا موفرة جدا واقتصادية. يلا بينا نعرف مكوناتها. معايا حوالي كوبايتين من الدقيق، ومعايا بيضة، وكمان معايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعايا رشة من الفانيليا، وكمان معايا رشة من الملح. دي كل المكونات اللي أنا محتاجاها علشان أعمل البغاشة. طبعا معايا كوباية مية هحتاجها في العجن، لكن مش هضيفها كلها. بس كده، دي كل المكونات اللي أنا محتاجاها علشان أعمل البغاشة، الحلوى الاقتصادية المتوفرة في كل بيت. أول حاجة هجيب يكون إناء يكون مناسب للعجن. هبتدي أضيف المكونات الجافة، بيكنج باودر ورشة من الفانيليا، وكمان رشة من الملح، وهضيف حوالي نص كوباية مية صغيرة جدا، وهبتدي أدوبهم. وكمان هضيف البيضة. طبعا بعد ما المكونات دي تبتدي تدوب كويس جدا، هبتدي أضيف الدقيق بالتدريج وأعجن كويس جدا. وكمان هبتدي كده أشوف العجينة محتاجة إن أنا أضيف دقيق تاني ولا لأ. لو احتاجت هبتدي أضيف، لأن أنا محتاجة العجينة تكون ماسكة نفسها، ما تكونش سايلة، تكون مثلا زي عجينة المعجنات مثلا، اللي هي ما تكونش سايبة خالص، تكون ماسكة نفسها علشان خاطر أعرف أفردها كويس. زي ما انتوا شايفين العجينة لسه سايبة، محتاجة ان هي لسه تمسك شوية. هبتدي اضيف حوالي معلقتين من الدقيق. هعجن العجينة حوالي ربع ساعة. طبعا معروف ان المعجنات بتحب العجن الكتير، هعجنها كويس جدا علشان خاطر تديني نتيجة حلوة. لكن اثناء العجن حابة اقولكم ان الطريقة دي احلى طريقة لعمل البغاشة، كمان طريقة اقتصادية جدا. كل المكونات دي متوفرة في البيت، فيعني ما تكسلوش كده، قوموا اعملوا بغاشة كده وفرحوا اولادكم بحالة رخيص اقتصادي جدا. هنا بعد ما خلاص عجنتها هبتدي اسيبها ترتاح حوالي 5 دقايق بس. طبعا انا مش مستخدمة الخميرة، انا مستخدمة البيكنج باودر، مفيش اي نوع خميرة خالص انا ضفته. هنا بعد ما ارتاحت هبتدي ارش دقيق على الرخامة، وكمان افرد العجينة بتاعتي حوالي نص سنتي. طبعا معروف ان البغاشة ما بتبقاش عريضة ولا رفيعة قوي، يعني بتبقى وسط. فانا هفردها الحجم المناسب للبغاشة، اللي هو حوالي نص سنتي. طبعا العجينة مظبوطة كويس جدا، العجينة كمان سلسة معايا، يعني بتتفرد معايا بسهولة، وفي نفس الوقت مش بتلزق معايا خالص، لان انا ظبطت المقادير وكمان عجنتها كويس جدا. وخلاص كده الفطيرة جاهزة معايا ان انا اقطعها اي شكل انتي بتحبيه. لكن البغاشة الشكل المفضل ليها اللي هي المربعات او السمبوكسات. في ناس بتسمي البغاشة مخدات رمضان، لان هي بعد ما بتتقلي وبتتنفخ بيبقى شكلها مستطيل ومنفوخ، فبتبقى شكل المخدات. فالتقطيعة المناسبة اللي انت حباها قطعيها، لكن احنا هنقطع الشكل المتعارف عليه في البغاشة، واللي هو المستطيلات او السمبوكسات. وهنا خلاص التقطيعة بتاعتي جاهزة لان انا استخدمها، والبغاشة كده جاهزة ان انا احطها في الزيت. طبعا كنت محضرة زيت غزير ويكون سخن، لازم يكون سخن علشان اول ما انزل البغاشة زي ما انتوا شايفين تتنفخ معايا على طول. هي مش بتاخد وقت، لكن الافضل ان احنا نوطي النار علشان تطلع مقرمشة. زي ما انتوا شايفين انا هنا على طول كده بحطها في الزيت بتترفع معايا لفوق. يفضل ان هو يكون زيت غزير علشان خاطر تقرمش وتطلع مظبوطة جدا. البغاشة من الحلويات التحفة، الأطفال بيحبوها جدا بسبب قرمشتها وطعمها جميل، وكمان اقتصادية جدا، كل مكوناتها موجودة في البيت. يعني مش محتاجين ان احنا نشتري حاجة من بره ونتكلف. الدقيق في البيت والبيض، وطبعا معلقة من البيكنج باودر. زي ما انتوا شفتوا المكونات سهلة وبسيطة ازاي. هنا البغاشة اول ما تاخد معايا اللون الذهبي، طبعا هقلبها على الوشين كذا مرة
علشان تقرمش معايا هبتدي اطلعها من الزيت. هي صحيح الحلويات دي ابتدت تتنسي، محدش بقى يعملها كتير، بقى في حلويات تانية واخدة الأولوية، لكن أنا حبيت أفكركم بيها لأن هي فعلا حلويات لذيذة جدا، وكمان شكلها زي ما انتوا شايفين كده أول ما بتتنفخ في الزيت بيبقى شكلها شهي أكتر. وأنا دايما هنا بحاول أعرض لكم الوصفات السهلة الاقتصادية جدا، علشان ظروف المعيشة بقت غالية، فاحنا هنعمل كل وصفاتنا الاقتصادية. هنا خلاص بعد ما خلصت الكمية، طبعا أنا كنت محضرة شربات ما يكونش خفيف، يا إما متوسط يا إما تقيل، علشان خاطر ما يطرهاش معايا، احنا عايزينها مقرمشة هيبقى طعمها أحلى. هنا خلاص بعد ما قلبتهم في الشربات كويس هبتدي أصفيه بالواحدة وأخده في طبق للتقديم. وبكده البغاشة خلاص بقت جاهزة معايا، شايفين شكلها بقى عامل ازاي، لون ذهبي جميل، طعمها أجمل وشكلها جميل وريحتها جميلة جدا، بتفكرنا بأيام رمضان وأيام زمان، أيام كده الحلويات اللي هي بتطلع روايح أول ما تتعمل كده بتملى الشارع كله روايح جميلة. أتمنى إن انتوا تجربوا البغاشة بنفس الطريقة دي، هتطلع معاكم زي ما انتوا شايفين لون ذهبي وكمان منفوخة وكمان مقرمشة، طعمها لذيذ جدا. طريقة سهلة وبسيطة، أتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي. وأتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، وكمان يفعل زر الجرس علشان يوصله إشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها، وكمان تعملوا حلويات سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية زي البغاشة بتاعت النهاردة. جربوها، طريقة سهلة اقتصادية مش مكلفة، لذيذة جدا، وكمان الأطفال والكبار هيحبوها. أتمنى ان انتوا تجربوا البغاشة بنفس الطريقة بتاعتي.